السلام عليكم. فيديو النهارده منيو الأسبوع معانا وصفات للغدا وصفات كمان حلو تنفع فطار أو عشاء. تابع الفيديو للآخر، ما تنسيش لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد. في البداية زي ما شفنا كده أول وصفة معانا عملت فطيرة بالجلاش، طعمها حلو جدا وسهلة وسريعة. عملت كمان طواجن مكرونة بالفراخ أو بالشاورما بنفس الحشوة، عملت بيها الفطيرة وكمان الطواجن حشوة الشاورما. طريقة المكرونة سهلة وبسيطة، عملنا مكرونة بالصلصة عادية جدا وضفت عليها الفراخ او الشاورما وعليها كده شوية من الجبنة ودخلتها الفرن تحت الشواية يدوب بس تاخد كده لون. طبعا كل حاجة مستوية معانا، ودي كده كانت الوصفة معانا. تخرج بقى من الفرن تضيفي عليها صوص كاتشب او مايونيز او اي صوصات بتحبيها وتقدميها بالشكل ده. طبعا الفطيره دي كمان بتتقطع بقى لما بتخرج من الفرن، لو عايزاها تبقى طريه بتغطيها اول ما تخرج من الفرن وبتبقى معاكي تحفه جدا. ودي كده كانت اول فكره معانا. ندخل بقى على تاني وصفه معانا، الفراخ الكريسبي او الكنتاكي بطريقه سهله وبسيطه. عملناها من الفراخ المسلوقه، حولنا الفراخ المسلوقه لفراخ كريسبي ومقرمشه، تحفه جدا وسهله وبسيطه. وكمان قدمت جنبها مكرونه بالصلصه، استخدمت مكرونه سباكيتي وتقدمي بقى جنبها سلطة او مخلل. وطبعا دي الشوربة اللي طلعت من الفراخ اللي عملناها. ودي كده كانت الوصفة معانا. طبعا الوصفات كلها موجودة في القناة بالتفصيل في فيديو في كل التفاصيل الفيديوهات او شرح كل وصفة. هسيب لينك الفيديو كامل في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا للوصفات وتشوفوها. فكرة الغدا اللي معانا بعد كده الرز المعمر، عملناه كده في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة ونتيجته حلوة جدا. وكمان طاجن بطاطس بالكبد والقوانص بطريقة سهلة وبسيطة. عملنا الرز المعمر وكمان طاجن البطاطس اللي هو بالكبد والقوانص، تحفة جدا وطريقة جديدة بتزود كمان معاكي الكمية. البطاطس بتبقى اخدة كده من طعم الكبد، والقوانص طبعا بتبقى تحفة جدا. والاكلة كده كلها عملناها في الفرن سهلة وبسيطة، ما خدتش معانا وقت وطعمها كمان حلو قوي. ندخل بقى على الفكرة معانا اللي بعد كده، وصفات بقى تنفع للفطار او العشاء او حاجة حلوة كده بين الوجبات. اول حاجة عملناها، عملنا القراقيش او القرص في صاج واحد. تشكيلها طبعا بسيط جدا وسهل وسريع، تعمليها كده بكل سهولة ولا هتشكلي بقى ولا حاجة، كلها كده في صاج واحد او صينية واحدة. الكمية دي كمان تعمل معاكي صاجين كبار. حبة حجم القراقيش او سمك القراقيش يكون رفيع معاكي شوية. ما شاء الله طعمها حلو قوي وسهلة وبسيطة ونتيجتها مضمونة جدا وناجحة، يعني هتنجح معاكي من اول مره. تحفه جدا، طعمها كمان حلو قوي بالاضافات اللي احنا ضفناها فيها. ضفنا شمر وينسون وكمان سمسم وحبه البركه، كلها منكهات طبعا تديها طعم حلو وكمان فايده وقيمه غذائيه. الفكره اللي معانا بعد كده فكره حلو برده سهل وبسيط وكمان اقتصادي قوي، بشويه دقيق وميه هتعملي حاجه حلوه جدا. عجينتها بتكون نفس عجينه لقمه القاضي او الزلابيه، بس الفرق طبعا في التشكيل. دي تشكيلها سهل جدا وبسيط وكمان شكلها كده مقارب للمشبك. طعمها حلو جدا، قرمشه كده وكريسبي من بره وفي نفس الوقت كده خفيفه وطريه كده من جوه. يعني لو عايزه تعملي حاجه حلوه وما تكلفكيش حاجه خالص، شويه دقيق وميه، اعملي بقى الوصفه دي تحفه جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. فكره الحلو بقى اللي معانا بعد كده، هنعمل البانكيك. عملته ميني زي ما شايفين كده، حجمه صغير جدا وطعمه حلو قوي وكمان خفيف كده وطري. تشكيله كمان بسيط جدا. الكميه دي كلها بكوبايه دقيق واحده وكمان بيضه واحده. تحفه واسهل حاجه حلوه تقدري تعمليها. طبعا طعمها كمان حلو قوي وبتعجب كل الاطفال. وتقدري كمان تزينيها بصوص شوكولاته او كراميل او كمان مربى او تحشيها نوتيلا. ممكن كمان تخليها بالشوكولاته وتضيفي كاكاو مع الدقيق وهتبقى معاكي بالكاكاو او بالشوكولاته برضو، هتبقى طعمها حلو جدا وتغيير. تنفعك بقى في الفطار او العشاء او كمان اللانش بوكس للمدرسه. اخر فكره بقى معانا النهارده كيكه الكريم كراميل او جاتوه الشاتو بالكريم كراميل، تحفه جدا وسهله وبسيطه. لو كمان مش بتعرفي تعملي تورته وعندك عيد ميلاد، اعملي الوصفه دي تحفه جدا وسهله وسريعه قوي. طعمها كمان حلو وكمان مقاديرها بسيطة ومش مكلفة. استخدمنا فيها 2 بيضة بس وعملنا احلى جاتوه احلى تورتة. دي كده كانت وصفاتنا النهاردة، افكارنا المتنوعة من الحلو والحادق. اتمنى تكونوا خدتوا فكرة وتكونوا استفدتوا من الفيديو. لو حابين بقى تشوفوا الوصفات كاملة بالتفصيل هتلاقوا اللينك ان شاء الله هسيبه في صندوق الوصف. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله وافكار جديدة. اسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.